لما احنا بنكون كويسين مع حد او كويسين مع اشخاص معينين، كويسين جدا بمعنى الكلمة يعني، وفي شخص معين انت كويس معاه بطريقة خاصة ومن غير سبب ومن غير اي مقدمات، الشخص ده سابك وخرج من حياتك وطلع من حياتك. اللي بيجي في دماغك او بيجي في دماغ اي حد بيحصل معه نفس الموقف والمعتادين عليه احنا، انه طالما شخص طلع من حياتك وانت كنت كويس معاه، انه ده هيكون خير ليك وربنا هيعوضك بالاحسن والكلام ده كله. ولكن هنا انا استوقفتني جملة وانا بقرا في حاجة معينة، انه مش دايما لما يخرج من حياتنا شخص معين واحنا نكون كويسين معاه انه ده خير لينا. ممكن يكون ده خير ليه هو، علشان خاطر لو هو كمل معاك او انت كملت معاه كان ممكن مستقبلا تحصل امور منك انت تأذي الشخص ده. فربنا اراد انه الشخص ده يخرج من حياتك لنفسه لمصلحته هو. هنا بقى انا احب اضيف حاجة، لو فكرت في الكلام ده هتلاقي ان ربك لا يأتي الا بالخير. يعني ربنا اراد انه الشخص ده يخرج من حياتك عشان يكون خير ليه هو، عشان انت نفسك ما تتحملش ظلم الشخص ده معاك في حياتك. فلو فكرت كده في مجمل الكلام هتلاقي برضو ان الموضوع في البداية والنهاية كان خير ليك وخير ليه هو. بس كده، سلام عليكم.